عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي وتعالى اقول لكم النهارده على وصفة خطيرة هتعجبكم قوي، سهلة ولذيذة وموفرة جدا، مش غالية، وفي الاخر طعمها هيبقى تحفة. الوصفة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى العجة. ايوه العجة، طعمها هيبقى حلو قوي، بس اعمليها بالطريقه بتاعتي. طيب هتبقى المكون الاساسي فيها هيبقى البيض. طبعا البيض على حسب الايه الكميه اللي انت عايزاها، وهنحط فيها كمان فلفل، وهنحط فيها طماطم وبصلايه. الفلفل ده قرن فلفل حامي او بارد على حسب الرغبه، طماطمايه كبيره متقطعه صغير، وبصلايه كمان متقطعه صغير، وخضره. تمام. حزمه خضره متقطعه او متخرطه. ومعايا هنا دقيق، ومعايا نشا، ومعايا بيكنج باودر، معلقتين دقيق كبار، معلقه نشا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، بمعلقه اللي هي معلقه الشاي الصغيره. طيب الوصفه دي ميزتها ان هي سهله جدا وفي نفس الوقت مغذيه قوي. ليه؟ لانها كلها مليانه خضار. عندي الطماطم والبصل والفلفل والخضره، وكمان البيض مفيد جدا وفيه كالسيوم. تمام. والبيض مش بس ممكن نقليه او نسلقه، لا احنا هنعمل بيه الوصفه دي النهارده، هتعجبكم قوي وحلوه جدا جدا. تابعوا معايا ويلا نشوف هنعمل ايه. معايا طاسه على النار. تمام. لازم تكون سخنه. بعد كده هنروح حاطين عليها ماده دهنيه، زيت، شويه زيت كده. ماشي. تمام. اول ما الزيت يسخن شويه، اول ما الزيت سخن كده، اول حاجه هنعملها هنشوح البصلايه اللي انا قلت لكم مقطعاها صغير. بسم الله بسم الله. تمام. انا البصلايه دي لسه عايزاها تصفر، تدبل شويه، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. دلوقتي انا حطيت زي ما قلت لكم الزيت على النار، وبعد كده حطيت فيه البصلايه المتقطعه صغير، بقلب فيها كده. اول ما توصل للمرحله دي اللي هي اصفرت حاجه بسيطه، تمام، هروح حاطه عليها ايه؟ هروح حاطه عليها الفلفل المتقطع، قرن فلفل متقطع صغير. تمام. طبعا الفلفل حامي او مش حامي على حسب الرغبه. هنقلب فيهم كده يتشوحوا بس. الفايده من الخطوه دي ان احنا بنشوح الخضار مع بعضه على النار في الماده الدهنيه، زيت او زبده متوفر عنه. ما زلنا برضو بنقلب في البصل والفلفل المتشوحين على النار. تمام. في الزيت. اول برضو ما يوصل للمرحله دي هبتدي اضيف الطماطم النوع الثالث اللي انا مقطعاه معاكم اهو. طماطم متقطعه صغير، دي طماطمايه متوسطه الحجم، يعني متقطعه صغير. وبعد كده برضو بقلبها مع البصل والفلفل تتشوح تشويحه بسيطه، وبعد كده هطفي عليها واقول لكم هنعمل ايه تاني بالخضار ده. والخضار بيتشوح على النار. اول ما يوصل للمرحله دي اللي هو قبل ما اقفل عليه، طبعا انا كنت عماله اقلب فيه عشان يختلط مع بعضه الطماطم والبصل والفلفل. تمام. اول ما يتشوح كده خلاص، وهبتدي ان انا اطفي عليه، اروح حاطه عليه التوابل هتبقى احط عليه شويه ملح، فلفل وشطه وكمون. تمام. وهحط عليه كمون، وهحط عليه فلفل. الشطه على حسب الرغبه، يعني الاكله دي لو عايزاها تكون حاميه شويه مشطشطه، او لو مش عايزاها. دلوقتي انا هطفي عليه بعد ما حطيت التوابل. تمام. وتعالوا بقى معايا نكمل نشوف هنعمل ايه تاني في بقيه الوصفه. بعد ما شوحت الخضار كله على النار، تمام، بالمنظر ده، الطماطم مع البصل مع الفلفل، بعد كده هبتدي ان انا اجيب بوله فاضيه. ماشي. بوله فاضيه. تمام. اهي البوله دي طبق غويط، وبعد كده هحط فيه البيض ده، هخلطه فيه، يعني هكسر البيض وهحطه في البوله، وهحط معاهم الخضره، وهحط معاهم الخضار، وهحط معاهم الدقيق، كله هيختلط ببعضه في البوله دي. تابعوا معايا وهقول لكم هعمله ازاي.
كسرت الثلاث بيضات على بعض وحطيتهم في البوله دي، تمام، وخلطتهم كويس جدا. بعد كده عندي زي ما قلت لكم البيض، الدقيق، النشا، البيكنج باودر، تمام، معلقتين دقيق كبار، معلقه نشا، ومعلقه بيكنج باودر صغيره، تمام. بعد كده هحطهم مع بعض على البيض، وبعد كده اقلبهم كويس جدا. دلوقتي انا حطيت الدقيق والنشا والبيكنج باودر على البيض وقلبتهم كويس جدا بالمنظر ده، بس لقيته تخين شويه. طب في الحاله دي انا اعمل ايه؟ انا مش عايزه قوامه يبقى تخين كده، انا عايزاه يبقى اخف شويه. اعمل ايه في الحاله دي؟ هحط له ربع كوبايه لبن، تمام، وهقلب كويس جدا تاني لحد ما الخليط يخف شويه. طبعا اللبن هيزيد الخلطه فايدة وغذاء مع البيض طبعا، وبقى مع الخضار والحاجات المكونات التانية الإضافية. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا ضفت ربع كوبايه لبن زي ما قلت لكم، لبن ساده، وفضلت اقلب كويس جدا 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 واخلط بالمضرب، تمام، المضرب اليدوي، لحد ما لقيت بص القوام فك ازاي، وبقى مش مكلكع، وبقى خفيف شويه زي ما انا كنت عايزاه. اللبن فرق معايا جدا جدا في الخليط. بعد كده هنعمل ايه؟ هنحط الخضار المتشوح اللي انا لسه مشوحاه معاكم، تمام، اهو بالمنظر ده. وهنحط الخضره، هحط الخضار والخضره، وبعد كده هقلب كويس جدا وارجع لكم تاني. دلوقتي انا ضفت الخضار المتشوح على النار، تمام، البصل والطماطم والفلفل، قلبتهم كويس جدا. واخر حاجه في الوصفه دي هحط الخضره. طب ليه اخر حاجه الخضره؟ اولا الخضره زي ما قلت لكم هتضيف لي الوصفه قيمه غذائيه كبيره جدا، والوصفه دي كلها قيمه غذائيه حلوه جدا جدا ومفيده جدا. طب ليه احط الخضره في الاخر؟ عشان الخضره ما تتبلش، تفضل مصحصحه كده وباينه في الوصفه. طيب دي حزمه خضره متقطعه هضيفها، وبعد كده هروح مقلبه كويس جدا، وهجيب الصينيه وهحطها فيها واحطها في الفرن. تابعوا معايا الفيديو وهوريكم هعمل ايه تاني. بصوا يا حبايبي، دي اخر حاجه في المكونات قبل ما ادخلها احطها في الصينيه وبعد كده ادخلها الفرن. ده الشكل النهائي ليها، انا وريتها لكم معايا خطوه خطوه. اخر حاجه حطيت الخضره زي ما قلت لكم وقلتها كويس جدا مع الطماطم والبصل والفلفل، وبعد كده هحط توابل اخر حاجه، تمام. المفروض نحطها توابل، هنحط توابل تاني، ملح، فلفل، كمون، وهنقلب كويس جدا. وبعد كده هنحطها في الصينيه، وبعد كده هنحطها في الفرن. ادي الصينيه، تمام. الصينيه دي اي صينيه، اي بايركس، اي صينيه مدوره مستطيله، هندهنها ماده دهنيه. والخطوه دي مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ عشان انا في الاخر عايزه اقطع من الخليط ده لما احطه في الصينيه، عايزه اقطعه خرط كده زي الصواني البشاميل والجلاش والكلام ده، يطلع خرطه خرطه. فعشان ما يتفرولش مني ويلزق في الصينيه، لازم ادهنها كويس جدا من تحت ومن الجناب، عشان لما احط الخليط ويستوي واجي اقطعه الاقيه يطلع معايا بكل سهوله. دلوقتي انا خلاص حطيت المكونات كلها في الصينيه، هعيدها لكم تاني. معلقتين دقيق، معلقه نشا، معلقه بيكنج باودر صغيره، وتوابل ملح وفلفل وكمون، وشوحت طماطمايه وبصلايه وفلفلايه على النار في شويه زيت. وبعد كده حطيت كله على بعضه، تمام، وحطيت عليهم ربع كوبايه لبن، قلبته كويس جدا جدا بمضرب البيض. وبعد كده حطيت توابل تاني، ملح وفلفل وكمون، وجبت صينيه، تمام، او سرفيس او بايركس، ايا كان النوع، تدهنيه كويس جدا ماده دهنيه عشان ما يلزقش، والخطوه دي مهمه جدا. وبعد كده حطيت الخليط كله على بعضه في الصينيه. الفرن بتاعي شغال بقاله شويه 10 دقايق، بيسخن جامد على درجه حراره 180. هحط الصينيه دلوقتي في الفرن، هتقعد حوالي 10 دقايق، اقصى حاجه ربع ساعه وانا متابعاها. اول ما تدخن وشها يحمر هنطلعها واوريها لكم، وتابعوا معايا الفيديو. ورجعت لكم تاني، وده الشكل النهائي للعجه بتاعتي، تمام. شكلها بجد شهي جدا جدا. الشكل النهائي للعجه بعد ما طلعت، خدت من 10 دقايق لربع ساعه بالكتير، ما طولتش خالص، بس الفرن طبعا كان سخن قوي من قبليها. وبعد كده رحت طافيه الفرن وشغلت الشوايه حوالي 5 دقايق برضو عشان وشها يحمر. وبعد كده طفيت عليها، بتسيبيها تهدى شويه، وبعد كده هقطعها لكم دلوقتي. بجد شهية جدا وهتعجبكم قوي وسهلة وبسيطة. تعالوا اوريكم الشكل النهائي ليها بعد ما اقطعها، واوريكم ان هي تبقى قطع على بعضها، تقدري تاكليها بالمعلقة، تقدري تاكليها بعيش، هتبقى حلوة قوي. بصوا بعد ما قطعتها دلوقتي بقت قطع على بعضها حلوة جدا جدا.
عامله زي قطعه المكرونه البشاميل كده، بجد شهيه قوي، هتعجبكم، مش هتندموا صدقوني لو عملتوها. مفيده جدا، خضار بقى وبيض حلوه جدا. وطبعا الخضار موجود عندنا في البيت باستمرار، يعني انت مش هتتكلفي غير ان انت تجيبي بيض بس، ولكن الخضار موجودة عندنا في البيت باستمرار. جربيها هتعجبك، ولو عجبتك اكتبي لي في الكومنتات. وشكرا على استماعكم ليا. في نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وشير وسبسكرايب. لو عندك اقتراح لأي فيديو تاني اكتبي لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.